بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. وأصلي وأسلم على خير من هدى الناس رحمة العالمين جميعا، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أيها الأحباب الكرام، متابعي قناة سلام الإعلامية المباركة، نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالأمن واليسر والستر في الدارين إن شاء الله. ونسأله كذلك أن يلم شعث هذا الشعب المشتت في بقاع الدنيا، وإن كانت إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وبلاد الله هي بلاد كل إنسان، ولكننا نتعلق بتلك الحدود الاستعمارية الوهمية التي اختلقها لنا أولئك المستعمرون اختلاقا وزعما. فنقول اللهم ردنا إلى ديارنا سالمين غانمين إن شاء الله. اليوم نحن نحتفي وإياكم مع البروف جلال الدين محمد صالح، الذي أتحفنا على 4 حلقات، وهذه الحلقة الخامسة، وستكون عيدية مباركة بحوله تعالى. بروف جلال، كل عام وأنت بخير. عيدك مبارك، وهذه إطلالة، تفضل بتهنئة المشاهد الكريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما قبل فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأما بعد فأهنئكم بعيد الفطر المبارك. اليوم يوم عيد، يوم فرحة وسرور بعد صيام وقيام دام 30 يوما. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد إلينا رمضان أعواما مديدة، ويمتعنا بالصحة والعافية، ويجعل يوم عيدنا يوم خير وبركة. كل عام وأنتم بخير. عاد الله عليكم وعلينا العيد باليمن والبركات. اللهم آمين إن شاء الله. وبما أننا في الحلقة رقم 128 بحمده تعالى في برنامج مع اللغة العربية، دعونا نفتتح بهذه الأبيات التي كتبناها قبل أزمان طويلة، اللي هي: يا أيها الجمع الكريم قياما، بل قبل ذاك تحية وسلاما، من شاعر السلام. من شاعر متلهف للقائكم، من يوم أن هتف الجميع هياما، أن نلتقي في عيدنا هذا الذي يبدو جميلا مزهرا بساما. فانعد السلام. به عيدا جميلا مزهرا، واكرم بمن في الجمع هو إماما. إن الحديث إليكم يا إخوتي حق علي، وقد يكون لزاما. السلام، لا فض فوك. بارك الله فيك. حق علي بأن أكون بقربكم، فهواكم عندي أقام خياما، ويزيدني في كل يوم لهفة، ويزيدني ذاك الضرام ضراما. وإلى آخر الأبيات. فدكتور، بما أنك رجل تحب الشعر وإن لم تقرضه يعني، ولكن ما كل من لم يقرض الشعر يعني لا يحب الشعر. فبروف جلال، نحن في هذا العيد السعيد، يعني سنسوح في أفراحنا، والدنيا عيد. بروف، أولا بماذا تود أن تهنئ المشاهد الكريم، وخاصة الذين في الداخل؟ نحن شاهدنا كذا فيديو من مدينة كرن الباسلة ومن العاصمة أسمرة، حيث الجمع الغفير وخاطبهم مفتي الديار سماحة الشيخ سالم إبراهيم المختار، وكانت خطبة أصماء ما شاء الله، أكيد تكون تابعتها بروف. وفي كرن وغيرها من المدن شاهدنا. فأنا عايزك بروف
تحية خاصة لأهلنا وأحبابنا الصابرين الصامدين في تلك الديار الحبيبة. نعم الأخ أحمد، حل بنا العيد ونحن في الغربة، مم. ولكن في الديار أهلنا، وفي الأوطان خيارنا بإذن الله عز وجل. نحسبهم كذلك، صاموا رمضان وصلوا صلاة العيد كما شاهدناهم في الساحات العامة، وهي السنة المفضلة التي عهدناها من قبل في كل المدن الإريترية. نعم. لا يصلون صلاة العيد في المساجد، وإنما يصلونها في الساحات. وقد تابعت صلاة العيد في أسمرة، وخروج الناس إليها مهللين مكبرين، الله أكبر. يحملون الرايات التي كانوا يحملونها من قبل، وهي راية ما يسمونه البيرق. بيارق. نعم. والبيرق مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله. وهكذا درج أهلنا حتى في كرن يخرجون إلى الصلاة أفواجا وجماعات من الأحياء، يحملون هذا البيرق. ولهذا البيرق قصة لم يأتي من فراغ، وإنما هو رمز للطريقة المرغنية الختمية. مم. فناسنا ختميون مراغنة يحملون معهم هذا البيرق، وهكذا شاهدته في أسمر محمولا أيضا. نعم. وأصبحت عادة من العادات، بالرغم أن تأثير المراغنة لم يعد كما كان سابقا. كانوا يكبرون ويهللون، واحتشدوا في الساحة العامة، وخطيب العيد مفتي الديار صعد المنبر وألقى خطبته كما تابعنا ذلك. وكانت خطبة ضافية وحاوية، تحدث فيها عن العيد وأهميته، كما تحدث فيها عن الصوم، وذكر أن العيد عيد فرحة وسرور، وذكر ما حدث لأبي بكر عندما دخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجد جاريتين تغنيان، فأنكر عليهما وقال لهما: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله: دعهما فإنه يوم عيد. وكأنه يريد أن يقول استدلالا بهذا الحديث إن الفرحة والسرور وإدخال ذلك في المنازل وتعميم ذلك في الطرقات يوم عيد، والغناء سنة مشروعة من نبي الله، والناس ينبغي أن تفرح وأن تمرح بالمشروع من الإسلام. مم. هذا هو العيد فعلا كما ذكر فضيلة المفتي، ونحن نحييه أيضا من هذا المقام وبهذه المناسبة، ونسلم عليه ونهنئه بعيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل لنا وله ولكل المسلمين الهداية والاستقامة والثبات على الدين والالتزام بقول الحق سبحانه وتعالى. ونهنئ كل الشعب الإريتري نعم. أينما كانوا وأينما حلوا وأينما استقروا،
نهنئهم وهم في الأوطان في العاصمة أسمرة، ونهنئهم وهم في الأوطان في مدينة كرن، ونهنئهم وهم في مدينة أغردات، ونهنئهم وهم في مدينة نقفة وأفعبت، ونهنئهم وهم في مسوع وجندع، ونهنئهم وهم في سنعفة ومندفرة، ونهنئهم في القرى والأرياف، نهنئهم وهم يتزاورون، نهنئهم وهم يكبرون، نهنئهم وهم يهللون، نهنئهم ونقول لهم أعاد الله علينا وعليكم العيد باليمن والبركات. آمين إن شاء الله. أمين. هذا هو العيد. وفي هذا العيد عليكم أن تفرحوا، وعليكم أن تطربوا، وعليكم وكم ذلك شرع لكم الله سبحانه وتعالى أن تسمعوا فيه ما يسركم وتأكلوا فيه. ولهذا قبل الذهاب إلى الصلاة، صلاة العيد، من السنة أن يتناول المسلم شيئا من التمر أو جرعة من الماء أو أي مأكول يبرهن به على أنه يوم فطر. نعم. فهذا اليوم يوم فرح وسرور، والتحية لكم بارك أيها الله فيك. الأخوة. والمتنبي وأنت شاعرنا الأخ أحمد، ويمكنك أن تكمل البيت لأني أنا لا أحفظها بشكل جيد. عندما تحدث عن نفسه وقال: يا عيد بأي حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد. نعم. العيد قد يعود علينا ونحن في ديار بعيدة خارج الديار. على كل، كنا نأمل مم. أن نعيد أكثر من عيد في ديارنا، ولكن كتب الله علينا أن نعيش هذه الغربة خارج الديار. هذا هو العيد يا أخي أحمد، وما يمكن أن يقال فيه نعم الآن. سيدي الكريم، والمشاهد العزيز، عفوا على المقاطعة بروف جلال. لا آه، بأس. الحلقة هذه أيها المشاهد الكريم تسجل في ثاني أيام العيد، وطبعا الحلقات دائما لابد أن تسجل حتى تمشي برضو إلى المخرجين والمنتجين، ويمر عليها ما يمر على كل عمل إعلامي كما هو معروف. ولذلك نحن في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. وكما قال المتنبي: عيد بأية حال عدت يا عيد. ونترحم على المتنبي، يعني نعم. سامحه الله وسامحنا على ذلاتنا وذلاته، ولكنه كان رجلا مؤمنا يعني. فقال وهو يغادر مصر، يعني وكافور الإخشيدي، وإن كان ذلك كان في عيد الأضحى المبارك، قال: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد. أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دونك بيدا دونها بيد. لولا العلا لم تجب بي ما أجوب به، وجناه حرف ولا جرداء قيدود. وكان أطيب من سيفي مضاجعة أشياء رونقه الغيد الأماليد. لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي شيئا تتيمه عين ولا جيد. تنبي طبعا شاعر مجيد يعني. دكتور، نعم. نعود إلى العيد. العيد. عيد بأي حال عدت يا عيد، نعم. بما مضى أم بأمر فيك تجديد. أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دونك بيدا دونها بيت. هذا هو المتنبي نعم. عندما قال أيوه. قصيدته هذه يعني. نعم. نعم. وطبعا هجا فيها آه. كثير الإخشيدي هجاء ساخرا. والمتنبي رحمة الله عليه كان طبعا رجل لسانه يعني معروف يعني.
ولكنه شاعر مجيد، هو يعتبر يعني أعلى قمة في الشعر على العربي. كل حال نحن الآن يهمنا من يهمنا المتنبي عيد بأية حاد عد يا بيته عيد. في العيد نعم. وغربته فيها جميل، إن شاء الله وبعده عن نريه إن الأحبة. شاء الله في يوم من الأيام. طيب بروف، نعم. أنت والشعر كده، أنت والشعر في هذا العيد، هل كتبت الشعر يوما دكتور؟ أنا كما قلت لك وحدثتك من قبل، امم. لا أقرض الشعر، ولكني أحبه ولا أنظره. آه. وما حاولت جادا لكتابة الشعر، ولكنني أطرب له عندما أسمعه. ولو وأحفظ عزمت، لو عزمت. وأحفظ منه وأحفظ منه شيئا من الأبيات عندما تعجبني بعض البيوت أو بعض القصائد. مثل ماذا دكتور؟ ألجأ إلى حفظها. مثل ماذا مثلا؟ عندي من دواوين الأدب ما يقال عنهم أنهم أمهات الكتب الأدبية، نعم. مثل الأمالي لأبي علي القالي، نعم. أدب الكاتب ابن قتيبة. آه، لابن قتيبة، نعم. والكامل لابن المبرد. أيوه. وأعود إلى هذه الكتب وأقرأ فيها كتب الأدب، وإذا وجدت بيتا أعجبني حفظته. من ذلك أنني حفظت بعض الأبيات الشعرية من كتاب الأمال لأبي علي القالي. امم. آه، أنا لا أدري، هي لكثير عزة أظن. امم. يقول فيها: ترى الرجل النحيل فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير إذا تراه، فيخلف ظنك الرجل الطرير، بغاث الطير أطولها رقابا، ولم تطل البزاة ولا الصقور، خشاش الطير أكثرها فراقا، وأم الصقر مقلاة نزور، ضعاف الأسد أكثرها زئيرا، يا سلام. وأصرمها اللواتي لا تزير، وقد عظم البعير من غير لب، فلم يستغن بالعظم البعير، ينوخ ثم يضرب بالحراوة، ولا عرف لديه ولا نكير، يقوده الصبي بكل أرض، وينحره على الترب الصغير. هذا البيت، هذه الأبيات حفظتها من كتاب أبي علي القالي اللي هو الأمالي. فالشاعر يقول: فما عظم الرجال، يقول فما زين الرجال. المهم أنا لا أحفظ الآن البيت غير علم، بين نعم. الأخيرتين. آه، ولكن قالها عندما آه، رآه الخليفة وهو رجل نحيل آه. نحيف، وكان يسمع عنه الكثير، فقال له: أنت فلان؟ قال: نعم أنا فلان، هذا الرجل النحيل الذي تراه. ثم نعم. قال هذه القصيدة: ترى الرجل النحيل فتزدريه، في وفي أثيابه أثوابه وفي أثوابه أسد أسد هزور. فصول. نعم. هزور، أحسنت يا نعم. دكتور. وفعلا أنا عندي إحساس أنك لو عزمت الشعر، هو طبعا الشعر موهبة، ولكن لو عزمت و يعني ربما أخذتك الأكاديميات والدعوات وهكذا، لكن قراءتك للشعر وتذوقك له كأني أشتم رائحة شاعر يعني. ولذلك هذا إحساسي. نعم، أنا قلت لك لم أحاول جادا، أيوة لو. ولكنني أحببته. صح. وجاء حبي للأدب من يوم ما كنت في كرن طالبا في في المعهد. المعهد. يطربني الشعر عندما أسمعه من أستاذي. وكان لنا أستاذ رحمه الله امم. توفي، اسمه الأستاذ ياسين.
وكان مولعا بالأدب، كان مولعا بالأدب العربي. أكان شاعرا؟ ما كان شاعرا، ولكن كان يحفظه مم. ويلقي علينا في الفصل الدراسي. يلقي علينا أبياتا من الشعر وليس قصائدا يا آه، سلام. كاملة. مم. وكانت لنا قصيدة حفظناها أيضا في المعهد: هلموا هلموا إلى المعهد، إلى الدين والعلم والسؤدد، إلى لغة الضاد كي نهتدي، إلى الحق والخلق الأمجد، حباه الإله بقرآنه وأولاه فضلا بإحسانه. هذه القصيدة كانت يا من معهدي. النشيد. أي كانت من معهدي. النشيد. أيوة آه دكتور. هذا آه هذا النشيد كان نشيد المعهد برضو في أغردات. والرحمة والمغفرة لشيخنا عبد الله، الشيخ عبد الله الزوز رحمة الله عليه. فلهجنا بهذا النشيد ونحن في المعهد، هي كانت سنة واحدة. ففي الأبيات، وهي لشاعر سوداني يعني، ففي سوداني، نعم، الأبيات قالها في بيقول: معهد درمان. أيوة، فيا معهدي عب من خيره جميع البلاد ومن بره، إذا قصر الوصف عن قدره فإنك في قلبي يا معهدي. يا معهد، نعم. يا سلام. هذه من القصائد التي كنا مم. نحفظها. أتذكر، هل تذكر كيف كنتم ترددون هذا النشيد؟ أنا أذكر. نعم، احنا كنا نشتغل على شكل جماعي. كيف؟ وكان الأخ زين العابدين محمد علي عمر شيخ، وهو الآن في السويد، أكثركم يعني من أكثركم أحسن الأصوات في نداوة. في ترديد هذا النشيد. وأنا بهذه المناسبة أحييه، فهو ابن مدينتي وابن حي. عشنا معا ونحن صغار، ودرسنا عاما واحدا في معهد ديني. هو كان من أحسننا صوتا، وكنا ننشد ونردد معا هذا كيف كنتم النشيد: ترددون هذا النشيد؟ هلموا هلموا إلى المعهد، إلى الدين والعلم والسؤدد، إلى لغة الضاد كي نهتدي، إلى الحق والخلق الأمجد. هكذا كانت طيب، الإيقاع. نحن آه، كان إيقاعنا هو قريب من هذا. نعم. يعني كان ينشد هذا النشيد في نهاية العام، ومعه نشيد: إلى الأمام إلى الأمام يا جنود القرآن. يا جنود القرآن، نعم. أيوة، فكان النشيد بتاعت هلموا هلموا، فكنا نردد هكذا: هلموا هلموا إلى المعهد، إلى نعم. الدين والعلم والسؤدد، إلى الحق والخلق الأمجد، باه الإله بشرعته وأضفى عليه برضوانه، ضياء به يهتدي المهتدي. والصف يتحرك كده: يا نعم. معهدي. يعني كان، يعني عندنا كان في إيقاع كده، ويختلف من مكان لمكان، لكن أيوة. يعني كان والأبيات. يحرك الأشجان والأبدان والوجدان، يعني سبحان الله. انتم كنتم تقولون البيت احنا كنا حفظناه: حباه الاله بقرانه واولاه فضلا باحسانه. انتم أضفى تقولون نفس عليه العهد بإحسانه. أيوة. الان. على آه. كل حال، هذا كان من السلام. النشيد الذي كنا نردد. وابيات شعريه اخرى، فتتعمق فينا حب الادب، واصبحنا يعني اسمع، وانا شخصيا اصبحت مولعا بالادب، احبه. ولكن كما قلت لك، لم انظمه ولم احاول لنظمه، يعني ولكني احاول ان احفظ منه ابياتا من جميل الشعر. جدا. على ذكر أخونا شوكاي زين، شوكاي حدثني عنه أحد الذين التقيتهم في القاهرة قبل أيام، ونحن نتحدث عن فرقة عواتي في سوريا الشقيقة العربية العزيزة، تمنى لها الأمن والسلام كذلك. فقال: كان الزين شوكاي أحد أعضاء الفرقة، فقال إنه كان أنداهم صوتا
وقال إنه برضو ذكر حضرتك بروف جلال، فقال ذكر ذلك البروف جلال الدين محمد صالح هو يتحدث عن ذكرياته في المعهد، فقال بالعبارة التي ذكرته بها أنت، هو الذي نعم. ذكره لي هو الأستاذ أحمد داير، وأنا أحييه بهذا العيد وأسرته في القاهرة أم الدنيا. فقال بروف جلال كما تحدثت عنه اليوم الآن، قال كان أندانا صوتا، فكان نعم. يتقدم الصفوف في الأناشيد. نعم. وقال لأنه شوكاي ما كان وقعت عيونه على هذا هناك، فعملت يعني كده ورسلت له، فقلت له شوف يعني بروف جلال قال عنك كيف، وهو فعلا صوته طروب، حتى لما يحدثك أنا التقيت به في كذا برنامج، نعم. فرجل نعم. طبعا يعني عنده خامة صوتية نعم. جميلة. بروف جلال العيد يعني أنت لك يعني دهرا من الزمن وأنت تعيد خارج البلاد يعني، مم. فحدثنا عن المدن التي شهدت أعيادك. كانت كرن أم المدائن طبعا، آه، آه. المدينة الأولى التي شهدت أعيادك آه. بروف جلال. ثم تعرج بنا كذا، خلينا نسوح في أعيادك، وأنت أكيد السودان برضو لك فيه أعياد، وأنا قاعد أؤسس هذا السؤال لأبني عليه سؤالا لاحقا ثم يليه. فسوح بنا في المدن آه، التي عيدت بها. دعني أبدأ لك العيد من كرم، وقد كتبت ذلك في كتابي كرم. هذا مم. الكتاب نعم. فتحدثت فيه عن العيد في كرم يعني. يا سلام، تفضل. فقلت في العيد تكتسي هذه المدينة المباركة حلتها البهية، وكأنها عروس تلمع بريقا، وأجمل ما تبديه من زينتها في يوم عيدها ذلكم النور المشع من منارة جامعها الكبير، والذي يراه كل من هو بأطرافها ووسطها، المنتشر من مصابيح ملفوفة حول عنق المنارة الشامخة، مضفية عليها مسحة جمالية رائعة، تبدو وكأنها سوار يزين معصم حسناء، أو حبات عقد يتلألأ في جيدها، تتبختر به من أول ليلة من ليالي العيد الثلاث، مرسلة إلى كافة أهلها تباشير الفرحة بمقدم العيد المبارك وحلوله. وساعتها يتصايح الأطفال فرحا بطلعة العيد السعيد: بكرة العيد، بكرة العيد، بكرة العيد ونلبس جديد. هذا هذه صيحة الأطفال يقولون أول ما يرون المنارة تشع بنورها يرددون. ونحن كنا ساكنين بالقرب من جبل إيتعاب، فبيتنا وحينا ارتفع هكذا، فأطفال بكرة العيد، بكرة العيد ونلبس جديد، فرحين بأن العيد قد حل بمدينتنا. هذا ما كنا نقوله صغارا يوم عيدنا قبل تقرنة المجتمع. الوقت هذا كانت العربية هي السائدة، ولا أدري الآن بأي لغة يستقبل أطفال مدينة كرن عيدهم، إن كان للعيد طعم في حياتهم البئيسة. على كل، في تلكم الليلة
التي تعارف الناس على تسميتها بيوم الوقفة نلمس ابتسامة الفرح والبهجة في وجوه الصغار والكبار معا. هكذا كنا نستقبل العيد في مدينة كرن من أول ما تشع هذه المنارة التي تعرف الآن ويسميها أهل كرن بالجامع العتيق، كما تحدث أحد الأخوة السعوديين الذين زاروا كرن، هؤلاء الإعلاميين الذين لهم يوتيوبرز الذين دخلوا أسمر وتجولوا في المدن ووصلوا كرن، والتقط صورة لجامع كرن وقد انهد هذا الجامع بعدما شاخ وهرم وأكلت فيه السنون والدهور وتراخت عظامه وتهاوت مفاصله فسقط وخر ساقطا. في جانب منه جاء هذا الصحفي، هذا الإعلامي السعودي، دخل هذا الجامع والتقط لنا منه صورة حزينة مؤلمة وكأنه يشكو إلى ربه من سوء حاله ويسألنا نحن الكرنيين لماذا أهملتموني وتركتموني وقد سليتم في داخلي وبين جدراني سنين عديدة أنتم وأجدادكم من يوم أن أقامني الإيطاليون، لأنه أقيم وأسس في أحد الإيطاليين. هذا الجامع العتيق يمثل رمزية لمدينة كرن، هو كان الرسالة التي تبعث إلى المسلمين الكرنيين من هذا الجامع العتيق، ويسمونه اليوم كما قال الأخ السعودي، ونحييه أيضا ونشكره على هذه الجولة الإعلامية التي قام بها، قال يسمونه الجامع العتيق. شكرا. وكان في الشيخ محمد حامد رحمة الله عليه المؤذن الذي أخذ وهو يذهب إلى آذان الفجر في الصباح، أخذ وقتل ولم يعرف له مكان حتى هذا اليوم. سبحان الله. قتله المتعصبون الطائفيون لمجرد أنه مؤذن يؤذن من هذا المسجد العتيق. طيب. هكذا كان العيد يا أخي نعم. في كرن. هذه حضرتكم هنا في نموذج كرن. ومثال من العيد. نعم. رحمة الله عليه دكتور، وقضى نعم. الله أسر كل ونعيد على من هذا المكان بهذه المناسبة على ابنه زميلنا وأخينا وصديقنا الأخ عبد الحفيظ محمد حامد. عبد الحفيظ محمد حامد هو ابن الشهيد محمد حامد المؤذن الذي كان يؤذن من جامع كرن نعم، له رحمة الله عليه. التحية. الله يرحم الوالد وله التحية، ولكل الكرن وكل المدن. دكتور، طبعا نعم. بدأ عيدك من مدينة كرن، ثم نعم. يأتينا بعد ذلك ثم بعد ذلك سياحة كده عيدية في المدن. نعم في كرن، إنما انحصرت في مدينة كرن ولم يسبق لي أن عيدت في أسمرة أو أي مدينة أخرى، هي بك- وإنما كل أعيادي كان في كرن. ثم و- وكرن يومها كما قلت لك مدينة عامرة بسكانها والناس يفرحون. كنا آه، نأخذ الدراجات ونذهب إلى البساتين التي حول كرن، وهنالك نقطف من ثمارها، ويسمح لنا في ذلك اليوم ونحن صغار. عندما أقول صغارا كنا في عمر 14 أو 15 من العام.
طيب بعد ذلك بروف. بعد ذلك ذهبت إلى آه، المملكة العربية السعودية. آه. وكان العيد في أول عيد المملكة لكم في العربية. السعودية كان أين؟ أجل. أيوة. حقيقة أن عندما ذهبت المملكة العربية السعودية، الإجازة كانت تأتي، نذهب إلى السودان، فالعيد يصادف في السودان، فكنا نعيد في مدينة كسا طيب. مع الأهل. يعني و- أول عيد لك خارج إريتريا كان في السودان، أليس في كذلك؟ السودان كسا. كسل. عيدت فيه كم عيد بروف؟ في كسل كنت آتي في الإجازات، فكان أكثر من عيد، أكثر من عيد عيدت في طيب، كسل مع ما هي الأهل. ما هي ذكرياتك عن عيد كسل؟ عيد كسل هو لا يختلف عن الأعياد في المدن السودانية. و... وأن العيد في كسل، آه، الصلاة تكون في الجامع، في الجامع كسل، جامع كسل وليس كبير، في أيوه. وليس في ساحة خارج الجامع كما كما كنا عهدت نصلي في كرن، نعم، في في الأستاذ. كرم. آل آه، كرن تصلوا في الأستاذ. في الأستاذ أيوة. نعم، حتى الآن. أما في حتى كسل عهد. فكنا نصلي في جامع كسل. هنالك تستقبل الزملاء بعد الصلاة، والكل يتعانق، والكل يهنئ من بصاحبه كان ومن ذلك بجانبه. بروف، كان ذلك في السبعينيات ولا في في الثمانينيات؟ السبعينيات، نعم نعم، في السبعينيات. جميل. لأن أنا أول زيارة لي للسودان كانت في 76، مم. 1976. وأنا عندما وصلت المملكة العربية السعودية، وصلتها من أديس أبابا، ولم أصلها من السودان، وإنما سافرت إلى أديس أبابا عام 1974، وهو العام الذي سقط فيه الإمبراطور هيلي سلاسي. طيب، هل لك عيد في إثيوبيا لا، لم أعيد في إثيوبيا أصلا حتى الآن؟ حتى الآن. ثم لك أعياد في المملكة؟ ثم بعد ذلك أيضا عيدت في المملكة العربية السعودية. أكيد، أيوه. أيوة، العيد في المملكة العربية السعودية طبعا صادف أن عيدت في الرياض. أول عيد. آه، أيضا. وكان الصلاة في الجامع أيضا، مم. وليس في ساحة ساحة مفتوحة، نعم. عامة يعني. والسعوديون لهم عاداتهم، وأنهم يتعايدون هو في داخل مولانا، الجامع. يحبذ الخروج في ساحة مفتوحة، مش كده؟ جلال، لصلاتي ها العيد. ها يفضل شرعا أن تصلي خارج المصلى، نعم ساحة مفتوحة، نعم كصلاة الاستسقاء وهكذا يعني. نعم نعم نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في فناء وفضاء عام. نعم، وفي تلك رسالة طبعا، نعم. لأنه ف هنالك من لم يدخل المساجد من النصارى والمسيحيين وغيرهم من اليهود كذلك، آه. ولذلك كان هو شكل من أشكال العمل الإعلامي. ايوه، الإعلام. له مقاصده، نعم، فيها مقاصد اعلاميه. صلاه العيد اذا تناولتها من مم. جوانب عده، فستجد فيها ايضا رساله اعلاميه أكيد. ورساله دعويه، و... وايضا تجد فيها رساله نفسيه، معالجه نفسيه، أكيد. فيها الفرح وفيها السرور. والإنسان عندما يكون في فضاء كأنه يكون في ساحة واسعة، يقول إن وأمامه هذا الطبيعة الدين إن هذا الدين والانطلاق. فسيح. إن هذا الدين نعم، فسيح. وكأن نفسيا تنشرح، تخرج من الإطار الجدر الأربعة، وتخرج من هذا الحصار إلى فضاء يا سلام. واسع يعني. فهي فيها والله رسائل أكثر من رسالة. يمكن أن نفرد لها مساحة إن شاء الله. ثم بروف، آه. يعني في السعودية، بعد السعودية أين كان؟ بعد الرياض، يعني متى ايوه، بعدها كان عينت هنا ثم
هنا في لندن أيضا، في بريطانيا. لا، قبل ما تمشي لندن. لندن دي ما آه. خلاص المقر يعني. آه. ألم يكن لك عيدا أو عيد في الحرمين الشريفين؟ لا، يعني كان العيد نعم في الحرمين الشريفين في مكة. مم. آه، كان عيد الفطر صليت في مكة طيب. المكرمة، والصلاة في العيد في مكة المكرمة هي أيضا في الحرم المكي. نعم. والتزاور في هذه البلاد قليل جدا، يعني مم. ليس كما نحده في بلادنا نعم. تنطلق هكذا. هنالك الزيارات الناس يتهيئون لها من الفجر، ولكن في المملكة العربية السعودية الناس بعد الفجر ينامون، بعد صلاة العيد ينامون، حلو بعدما كده. يؤدون صلاة العيد ينامون إلى الظهر، ثم بعد الظهر يتغدون أيضا، وهو ليس وقت مناسب للزيارة، وقد يكون الجو حارا. قد ينامون. آه لا، فيعودون إلى النوم ثانية إلى العصر، ثم بعد ذلك يستيقظون إلى العصر فيصلون، ثم بعد ذلك منهم من يعود إلى النوم إلى المغرب، ومنهم من لا يعود، يعني فاليوم كله يوم نوم أكثر منه من يوم بهجة لهم وسرور. التحية ف أهلا. نعم، فيكون أن تكون المعايدة مساء آه تقريبا، يعني بعد العصر أو بعد المغرب إلى العشاء فما فوق. وهنا الليل مظلم، في الظلام يتعايد الناس، وفي نعم. الشروق وفي فجر العيد ينامون ويسلمون أنفسهم للفراش، هكذا ينامون كان الشيخ نومة كان الشيخ الأشقر طويلة، يعني كان الشيخ الأشقر فالأمر رحمة الله يختلف عليه. جدا. نعم، الشيخ الأشقر رحمة الله عليه إمام المسجد الكبير في كسلة. وهكذا دواليك كان مشهور بهذه العبارة. وهكذا دواليك لأهلنا وأحبابنا نعم. في بلاد الحرمين. نعم. طيب، متى كان نعم. أول عيدك في المملكة اللي هي بريطانيا يعني مثلا؟ أول عيد وكان أين؟ هل في لندن ولا في أيوة، أول منطقة؟ عيد لي كان عام 94. أنا وصلت لندن عام 94 و900 وألف من الميلاد. آه و- وصلت كرن وصلت لندن، وكنت مسؤولا عن النشاط الثقافي في المنتدى الإسلامي بلندن. جئتها فأمر طالبا؟ جئتها طالبا؟ لا، جئتها متعاقدا مع مركز إسلامي لأكون مسؤولا عن النشاط الثقافي في هذا المركز. في لندن 94. أيوة، وكان 94 عيد فطر ولا أضحى أول عيد؟ كان عيد الفطر. آه طيب، كيف كان وهذا عيدك في ذلك العيد؟ هذا العيد كان تعلم أنت أن بريطانيا تأمها أو تسكن فيها أو تهاجر إليها جالية كبيرة من المسلمين. امم عام 4909 ألف كان من أجمل الأعوام، أو عهد التسعينيات في لندن كان من أجمل الأعوام لماذا؟ وأبركها. لماذا؟ كان في عدد كبير من الطلاب والمبتعثين والنشطاء والمفكرين والمؤتمرات والندوات. كانت أيامه حافلة، وكنا نقيم المؤتمرات الصيفية والمؤتمرات الشتوية، وندعو إليها المحاضرين من خارج بريطانيا، من العالم الإسلامي، من المغرب والمشرق، يأتوننا محاضرون وعلماء ومفكرون وأدباء، وكنا نقيم هذه الأمسيات. العيد كيف و... كان يكون بروف أيوة، عبد الله نطلع فالعيد من العيد؟ أنا كنت مسؤولا عن النشاط الثقافي في المنتدى الإسلامي، امم فنتهيأ للعيد ونجعل له برنامجا في جلسة
لإدارة المركز كيف سنستقبل العيد، جميل. وما المهام الذي يجب أن تناط بكل فرد منا. فأنا كنت بصفتي كنت مسؤولا عن النشاط الثقافي. من مهامي كانت صلاة العيد أيضا. فأقوم بالخطبة، خطبة العيد، وأقوم بالصلاة. والذين يؤمون المركز من الجزائريين والمغاربة والتونسيين والمصريين. وكان الشيخ أبو فاضل منصور الأحمد جميل. السوري، والشيخ صلاح طيفور، وأحييهم من هذا المكان. أحياء. نعم. كانوا كل هؤلاء المشايخ أو الأساتذة يقومون بالنشاط، فنستقبل المسلين نعم. ونكون حذرين جدا أن لا نزعج الجيران من من البريطانيين. ونكون تهيأنا لذلك بالالتزام بالخطوات الأدبية والخطوات القانونية التي ينبغي أن لا نخرقها. والناس يأتون أفواجا وجماعات ولله الحمد. ثم بعد أن نصلي العيد ويحضن كل واحد منا الآخر، ونحن من أقوام وشعوب مختلفة، والمؤمنون لسنا إخوة. نعم. من بلد واحد. فينا الإريتريون وفينا السودانيون وفينا المصريون وفينا الجزائريون وفينا المغاربة وفينا السعوديون والإماراتيون، الخليج كله، فينا أعداد من البشر. والمسجد عندما تراه وترى فيه الأزياء المختلفة الأفريقية من غرب أفريقيا، من السنغال وغامبيا، الجزائرية من الجزائر، المغربية من المغرب، تونس من تونس، ليبيا من ليبيا، السودان بعمائمهم وجلبابهم، السوري. تجد تشكيلة بشرية وكأنها حديقة تزدهر وتتجمل بألوان عديدة من الزهور، ألوان مختلفة واللغات المختلفة تجسد وحدة الأمة الإسلامية في بلاد الغرب. طيب. فيتعانقون بعد ذلك أيوه. ويقبل بعضهم بعضا. ثم نقيم بعد ذلك حفلا آه، إفطاريا. كان عندنا مطعم في داخل المركز، نكون قد هيأنا، والناس ينزلون بعد صلاة العيد إلى هذا المطعم ويتناولون ما شاء الله. مطعومات العيد. جميل. مطعومات طيب. العيد من البسكويت وإلى غير ذلك، طيب. والأطفال وكذا. عندنا أيضا كان جيم، هو ملعب ومسرح نقوم فيه بإقامة حفلة للعوائل مم. الأطفال، ونأتي بالقفازات هذه التي تقفز الأطفال طيب بروف. وبأدوات اللعب، بروف لأن معلش، الجيم له. أقاطعك معلش بروف عشان دايرين. طيب نحن هسي عيدك بدأ من كرن، ثم كسلة، ثم المملكة العربية السعودية، ثم بريطانيا. هل لك عيد نعم، في الدنيا مصر؟ مصر عيدت فيها مرة واحدة، نعم. جميل في جدا. القاهرة في القاهرة في وما 6 الدنيا؟ في 6 أكتوبر، في وصلينا العيد في في الحصري. جامع الحسن طيب ما شاء الله. الحسني. طيب دكتور في هسي. جامع الحسني. جميل جميل. كان ذلك في 2004، 2006 أكتوبر، مزدهرة يعني. جميل جدا. بروف الآن أنت يعني نستطيع أن نقول أو أكثر كان 2010، 2010. جميل. ما مشكلة. أكثر أعيادك في بريطانيا أليس كذلك؟ بلى. نعم. طيب بروف، دايرين يعني ذكريات ومواقف طريفة لا تنسى في أعيادك المتعددة والمتنقلة من منطقة إلى أخرى.
وهل تذكر مثلا انه نحن مرات حتى في العيد يكون الواحد عنده التزام عمل مثلا، بما انك انت عايش نعم. في بريطانيا مثلا، فهل هنالك مواقف كده سرقتك من فرحة العيد والتزاماته نتيجة لالتزامات العمل؟ وماذا تذكر لنا من المواقف اللي بتصاحب الأعياد يعني؟ حقيقة بما أني كنت في مركز إسلامي ووجودي في لندن ارتبط بهذا المركز، لم يحدث أن حدث لي صارف صرفني عن العيد، هذه منحة. أو كد أو كدر علي يوم العيد. فيوم العيد عندي كله فرحة وسرور. وتفرغ جميل جدا. فلم يحدث أن شغب علي شاغب أو كدر علي مكدر يوم العيد، ولله الحمد من حتى لو قبل ومن سفر، بعد. حتى لو سفر، مش كده؟ حتى لو سفر. لا، ولا سفر. لا ينبغي أن أسافر في مثل هذا اليوم، لأني كما قلت لك أنا المسؤول عن النشاط الثقافي. نعم نعم. فوجودي هنا من الفروض اللازمة. وإجازتي السنوية لا ينبغي أن تكون في رمضان وفي أيام العيد. جميل. هذه أيام العمل والزحمة بالنسبة للمركز الذي كنت فيه. فكانت الإجازات في شهر أغسطس تقريبا في الصيف، هي شهر واحد أقضيها خارج بريطانيا. ولهذا العيد كله بأيامه، سواء كان عيد الفطر أو عيد أضحى الأضحى، بين لا يديك، بد أن أكون في لندن. بين يديك، والحمد لله. جميل جميل. نعم، لو أكون في لندن وأنا ملزم بوجودي في مثل هذه المناسبات في المركز، بارك الله فيك. طبيعة العمل هكذا. وربنا يعني ومن اختاره يعني يجعل له من أمر دينه وشعائره نعم نعم رشدا ويسرا. نعم. هنالك والله آمين. كثير من الناس تضطرهم الظروف والأيام والأعمال، فيعني يجبرون على ترك شيء من. نعم، كنت أجد ذلك من إخواننا الجزائريين والمغاربة الذين يشتغلون في الشركات، يأخذون ساعات لأداء صلاة العيد، نعم ثم نعم بعد ذلك يعودون إلى العمل. نعم. طيب بروف جلال، نقلتنا وأديتنا بانوراما أو بروفايل كده إنه عيدكم وأنتم في المركز كيف كان. الآن هل تزور المركز، نفس المركز؟ نعم كانت. أزوره. مم. نعم أزوره وصلتي به قوية. والآن ومن هنا أحيي أيضا أخونا براء المنجد، الأخ السوري الذي يعمل في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية، والبروف معا عبد القادر كوسا السوري أيضا، طيب الذي كان من قبلي هو المسؤول عن النشاط الثقافي. فأنا جئت حليت مكانه. النشاط الآن الثقافي يعملون موجود؟ لنا نظام. مم. نعم، الآن موجود، المركز موجود وما زال يؤدي رسالته. وتناوب عليه بعد عدد من العاملين الإداريين ومسؤولي النشاط الثقافي، منهم أخونا الأخ الدكتور عبد الفتاح سعد، مم. وهو الآن في قطر. أخ الشاعر أحمد سعد الذي توفي رحمة الله بالله له عليه التحية يا أخي. في في ليبيا. ليبيا، أيوة عارف. شقيقه عبد الفتاح سعد عمل مديرا لهذا المركز المنتدى الإسلامي بلندن، وهو الآن في قطر. سمعت أنه في جامعة قطر، أستاذا في جامعة قطر. يا على سلام، كل له حال، التحية. هؤلاء أحييهم. له التحية إن والآن شاء الله. أنا أزورهم ونلتقي وأسلم عليهم، ومنهم عبد الحكيم مونتوجيو. وعبد الحكيم مونتوجيو إنجليزي من عائلة مونتوجيو، أسلم وحسن إسلامه، وما شاء الله الآن أبناؤه كبروا، ويوم كنا في التسعينيات كانوا صبية صغارا، الآن أصبحوا كبارا. والأخ عبد الحكيم مونتوجيو عليه السلام من هذا المكان ما جميل. زال في المركز، وأسلم عليه أيضا. طيب بروف، أدينا كده تقرير عن عيدك كيف بدأ وكيف تعيشه حتى اللحظة يعني. عيدي يبدأ أولا بالاستعداد قبل اليوم في مهم. البيت، بشراء ما يلزم شراءه مما تحتاجه ربة البيت لاستقبال يوم العيد. وأحيانا أترك لها الحرية
لكي تقوم هي بالأمر كما تشاء وكما ترى. فهنالك أشياء من اختصاصات ربة البيت لا يحق للرجل أن يتدخل فيه وأن يبدي فيه وجهة نظره، وإنما ينبغي أن يكون تلميذا متعلما في مثل هذه الحالات، فيترك لها هذه من حيث دبلوماسية خطيرة يا دكتور. التزيين. آه. من حيث تزيين دبلوماسية البيت، مهمة جميلة. الديكورات. نعم، الديكورات وترتيب المنزل، المقاعد كيف تكون، وما هو القماش المناسب لها، وما هي الستارات المناسبة. كل ذلك لا شأن لي به، وإنما علي أن أوفر ميزانيته فقط. هنا تنتهي مهمتي. ما يتعلق بالأبناء، بروف، ما يتعلق بالأبناء، أنت وبالأبناء، هل أنت قد بالأبناء تحملت منه كذلك؟ أيوة، بالأبناء عندما كانوا صغارا، سبية صغارا، لابد أن أوفر لهم ما يلزم من ليوم عيدهم مما يفرحون به. وهذا يكون أيضا من مالهم، لأنهم يأخذون من الدولة ما يسمونه بالتشايلد بنفيت، فهذا حقهم، فيشترى لهم، والبيت أو السكن يكون مهيئا لهم، فيلبسون أحسن الملابس. ثم بعد ذلك نذهب إلى المسجد معا، أنا والأسرة، ننام مبكر من أجل أن نستيقظ مبكرين. والصلاة طبعا هنا في بريطانيا تكون أكثر من صلاة، ففي بيت من صلاة المسجد. وهنالك خطباء مصريون يؤمون الناس، أزهريون يؤمون الناس، فيصلون الناس تصلي في الفجر، بعد الفجر الساعة السادسة أو السابعة، ثم هنالك الساعة العاشرة، ثم هنالك الساعة الثانية عشر، وهي آخر صلاة. فأنت تأتي بأسرتك بأبنائك في الوقت الذي يناسبك. فكنت آتي في الصلاة الوسطى، لأنني زون 2، وبيكر ستريت الجامع هو في زون 1، فحتى أجد فرصة وراحة أجي في الصلاة تقريبا مع الأبناء، ونصلي صلاة العيد في هذا الجامع. ثم بالقرب من هذا المركز، من هذا الجامع الرئيسي، حديقة واسعة، الناس يأتون إلى هذه الحديقة، وكل الإريتريين والسودانيين حديقة ويملؤون مناسبا. ولم يكن المناخ مناخا مطريا، وليس فيه رذاذ ولا البرد شديد، وإنما كان مشمسا. الناس يأتون، فنعيد على إخواننا الإريتريين في هذه الساحة، نلتقي هناك كلنا، ويعيد بعضنا على بعض، ويسلم بعضنا على بعض، وهكذا نكون أنهينا العيد، لأن البيوت ليست مهيئة لأن تستقبل الناس في العيد، والمسافات متباعدة. لا يمكن أن يأتيك شخص من شرق لندن إلى شمالها، إلى شرقها، إلى غربها، هكذا متباعدة. والأندر جراوند والتذاكر، ليس الأمر سهلا كما هو في بلادنا، نعم نعم نعم. لأنه نحتاج إلى ميزانية. فيكون الأمر في حديقة هاي، حديقة هذه جنب الجامع، الناس جميعهم يجتمعون هنالك، ونعيد على بعضنا. ثم بعد ذلك الأقربون إلى بعض صداقة، يعني الصديق مع صديق، أن يكونوا في حدود 3 أو 4، يجتمعون مع بعض ويذهبون إلى أقرب مطعم يرونه مع بعض، ويتغدون طيب هنالك. طيب ويأتيني في البيت، ثم بعد ذلك أفتح بيتي لمن يأتيني من أقربائي، من إخواني، بارك أخي الله يأتي فيك. ويزورني، وأقربائي الآخرين وأقرباء زوجتي يأتون ويزوروننا، وهكذا ينتهي العيد. بارك الله فيك يا بروف جلال الدين محمد صالح. أنا سعدت بك أيما سعادة،
وأسأل الله جزاك الله. سبحانه وتعالى أن نلتقي وجها لوجه قريبا بإذن الله، سواء كان هنا في أستراليا أو في بريطانيا، أو في إن إن شاء شاء الله في أرض الخلافة إن شاء الله في الله. تركيا إن بيوم شاء الله. من الأيام. إن سعيد شاء الله. جدا بروف جلال في 5 حلقات بدأتها معنا في رمضان المبارك، وهو عيدنا معك هذا العيد وأديتنا سياحة كاملة كيف كان العيد لديكم في لندن هذا العام وقبل ذلك وقبل هذا وذاك. لله سبحانه وتعالى الشكر من قبل ومن بعد على أن أولا يعني أنعم علينا بنعمة الإسلام، وفي نفس الوقت أن هيأنا أن كنا من صوامه وقوامه، ونسأل آمين. سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال ويوحد أمة الإسلام أينما كانوا، آمين. ينصر الضعفاء على الظالمين، وأن يقوي شوكة المسلمين ويوحد كلمتنا، ونستعصم بالله سبحانه وتعالى قولا وعملا. وأسأل الله نعم. كذلك بروف جلال أن يجمعني وإياك في حلقات قادمات بإذنه تعالى، ولا نملك إلا أن نودع المستمع الكريم فنقول له: ولو أن شوقي قد توزع بينكم لقلدكم ماسا من الحب مطبق، ولو أن سرجي قد رنى سرج سابح لفاض عميما من لمى النظم فيهق، أسوح به كل الديار وأنتشي على سرر موزونة الطهر ألبق. اللقاء معكم دوما في خير وبركة من قناة سلام الإعلامية المباركة. كل عام وأنتم بخير. تحياتي محدثكم أحمد شريف، معد ومقدم البرنامج مع اللغة العربية من هذه القناة المباركة، وتحيات بروف جلال الدين محمد صالح من حيث يقيم في لندن. لله الحمد من قبل ومن بعد، والسلام عليكم، وكل عام وأنتم بخير.